هلو يا احلى متابعين قناه من بيت مامتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. عاوزين ياكلوا حاجه حلوه فيها ليمون، حاجه حلوه فيها ليمون. قلت لهم تعالوا بطريقه سهله وبسيطه هعمل لكم كيكه الليمون وصوص الليمون بطريقه سهله وبسيطه. بصي بقى مقاديرنا هتبقى ايه: كوبايتين دقيق حلويات، عشان في السوق دقيق مش حلويات بيبقى وحش قوي، انا جربته. كوبايتين دقيق حلويات، كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه ليمون عصراء، بشر ليمون. بصي انا واخده ايه؟ واخده الاصفر، بس اوعي تخشي للابيض ده عشان الابيض ده بيمرر. وبالتين اتنين. وللصوص سكر بودره مطحون، وهحط عليه، هاخد من هنا هو زي معلقه كبيره كده بشر ليمون، هحطها على الصوص. انا هبدا بالصوص الاول، وزي ما ليمونتين كبار معصورين هحطهم على الصوص اهو زي ما انت شايفه كده هو. وجايبه معاه هحط فانيليا اهي اهي، هحط باكون فانيليا معاه. طبعا اي نوع فانيليا انت حابه تحطيها اهي اهو. دي اول حاجه بدات بيها الصوص اهي. هسيح كده، لو محتاج طبعا ليمون حطي، بس هو هيسيح لوحده من غير اي حاجه. السكر هيسيح اهو. ولو لقيتيه كلكع معاكي ممكن حبه لبن صغيرين، حبه ميه صغيرين. بس انا بصي عصير الليمونتين كبار الليمون عمل لي اهو. عاوزه تخففيه خففيه، عاوزه تقليه تقليه. انا كده لاقيه ان هو تقيل، فبصي انا هاخد من هنا حبه ليمون كمان عليهم اهو اهو. وطبعا حطينا البشر الليمون هنا اهو في الصوص الاول. وبعدين ده بقى عاوزه اقولك بيتحط فوق الكيكه، بيبقى طعمه تحفه. صوص الليمون ده اهو، انا عاوزاه كده اهو. ده السمك اللي انا عاوزاه. انا كده خلصت ايه؟ صوص الليمون الاول. وطعمه عاوزه اقولك بيبقى حلو قوي، طعمه ليمون وطعم الفانيليا بيبقى حلو فيه قوي. هبدا معاكي بقى نعمله الكيكه ازاي. تعالي بقى يا قروبه انت وهي اوريكي هكمل الكيكه بتاعتي ازاي. دي بقى الكيكه دي، بصي لو مش عاوزاها بالليمون تشيلي الليمون، هتبقى كيكه عاديه. وممكن تحطي كاكاو بقى، تحطي شوكولاته اللي انت عاوزاه. هي كده. دي مقادير الكيكه. دول معلقتين سمنه او زبده بدرجه حراره الغرفه انا ضرباهم اهم. وبعدين هحط عليهم السكر اهو. انا ضربتها هي. هنزل عليها كوبايه اللبن اهي عشان ادوب السكر اهو. عايزه تضربيهم في الخلاط اضربيهم، بس انا طبعا عشان ايه بستسهل وبعمل لك حاجات سهله وبسيطه علشان ما تصعبهاش ايه على نفسك. هنحط عليهم الليمون، هنحط البيض اهو، ولا تفصلي بقى بياض ولا تفصلي صفار. والفانيليا طبعا عشان زفرت البيض. وهضربهم كلهم مع بعض لحد ما يتجانسوا اهو قدامك. بصي بقى انا ضربته كويس قوي. بصي بقى اهم حاجه اللي بيدي طعم في الموضوع كله بشر الليمون ده اهو. ده بشر ليمونتين قلت لك انا كبار اهو. بصي بقى ده الدقيق، دول كوبايتين الدقيق اللي انا قلت لك عليهم. انا نخلاهم وحاطه عليهم بيكنج باودر بيك وبيكنج باودر كامل اهو. بصي بقى انا هنزل ايه اهو وهدوب. عاوزه تعمليها كلها في الخلاط اعمليها، دي بقى حريتك الشخصيه. بس انا ايه بسهل عليكي المواضيع عشان ما تقوميش تقولي انا لسه هوسخ خلاط ولسه. لا، هي مش هتاخد في ايدك اصلا دقايق وهتتعمل، هتبقى جميله جدا وطعمها حلو. وهيفرحوا بيها الولاد قوي، لان احنا طبعا عارفين الولاد كلهم بتحب الليمون اهي.
كده لحد ما تلاقيها ايه اهي. بصي لو حسيتي ان هي تقيله مثلا ومحتاجه حبه لبن ممكن تحط لها، بس انا ايه هشوف قوامها بالمعلقه وهقول لك. طبعا اهي بدوب كله بقى، باخد الاطراف بالجناب بكل حاجه اهي اهي. عايزه اقول لك ريحه الليمون مخلي الكيكه لونها وريحتها تحفه اهي. مفيش حاجه مكلكعه، اهم حاجه مفيش حاجه فيها مكلكعه اهو. القوام ده حلو قوي ليها. بصي من تحت مفيش حاجه مكلكعه خالص ولا من هنا اهو اهي. بصي شكلها عامل ازاي، هو ده نفس الخليط اللي انا عاوزاه. بصي بقى انا عامله ايه. الصينيه اهي انا دهناها سمنه ودقيق، وهنزل فيها الخليط بتاعي كله اهي. ما تجيش حاجه من الخليط في البتاع علشان يبقى كل مكوناتك كامله اهي. وطبعا انا فاتحه الفرن من قبل ما اعملها عشان الفرن يبقى سخن اهي. وهعملها كده اهي وههزها كده عشان تبقى كلها متساويه واحد، وهدخلها الفرن وما تطلع بقى هوريكي انا هعمل ايه. عاوزه اقول لكم ان انا اللي لحقتهم عشان اوريهم لكم من الكيكه دي وحبه الصوص دول، لان هم اكلوها وهي سخنه ما استبروش عليها وهي بارده. عاوزه اقول لك طعمها بيبقى حلو قوي 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 قوي. بصي انا عامله الكيكه جميله تحفه، بس انا حطيتها في صينيه كبيره، كانت عاوزه صينيه اصغر علشان تعلى اكتر من كده. المهم بصي بقى هتاخدي من الصوص هتحطي على الكيكه. طبعا الكيكه بردت فعشان كده حطيت عليها. عاوزه اقول لك طعمها والله انا دول اللي لحقتهم من الصينيه ما لحقتش اسيبها تبرد وتتقطع عقبال ما بتضير كده، بس لقيتهم اكلوها. يلا مش مهم، صحه وعافيه. ادي حاجه حلوه وقضيناها بطريقه بسيطه وسهله وجميله، ويا رب تكون كل فيديوهاتي بتعجبكم وتعملوا لي اكسبلور واشتراك وتتفرجوا عليا في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندي. وباي باي في فيديو جديد.